السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بالجميع. إن شاء الله تكونوا قاع بخير على خير. حبيباتي، اليوم جبت لكم كيفية تجفيف البرتقال ونفس الطريقة تستعملوها في الليمون. نحتاجه في تزيين التورتات، في تزيين الكيكات، في تزيين تاع اللحم حلو. أنا خصوصا نديره في اللحم حلو، في شباح الصفرة، ونديروه ثاني في التيزانة. ديري شريحة كاس تاع تيزانة وديري فيه وحدة هكايا، والله غير ما شاء الله للاقريب. جبت التشينه تاعي، غسلتها مليح وقطعتها رونديلات متوسطين، ماشي بتخشنوهاش وما ترقوهاش. جيبوا السنيوه تاعكم تاع الفور، ديروا فيها بابي كويسون وستفوها كيما راكم تشوفوا هكذا. شعلوا الفور تاعكم، خلوه يسخن، ومن بعد نقصولو نار خفيفه وديروهم في الرف الفوقاني قاع، باش ما تقيسهمش النار، لازم تقيسهم غير هذيك السخانه برك. شوفوا هنا راني طلعتهم الفوق قاع، ما تبان لكمش التصويره واضحه بزاف. طلعتهم الفوق قاع وشعلت لهم نار قليله وخليتهم، راني نخدم في شغلي عادي. شاك فوا نروح ليهم نقلبهم كي نشوف الكوشه سخنت بزاف، نطفي الكوشه تاعي ونخليهم لداخل. منين داك تبرد الكوشه نزيد نعاود نشعل. انا هنا الطريقه الدوزيام اللي نديرها واللي نحبها انا ندير هكايا في هذه المدفاه تاع التسخين. ندير السنيوه تاعي نحطها من الفوق، ما نتقلقش كاع منها، هنا ما تنحرك، ما يصرى لها والو. منين داك نجوز عليها نقلبهم. هنا هاني نوري لكم اللي كانت في الفور، هذيك بدات تنشف لي هنايا، بدات تنشف. نقلب مره على مره، ندوز ليها نقلبها حتى وين تنشف كاع من الماء تاعها، هذاك السوائل تاعها، وتولي تتقرمش باش نحيوها. هنايا هذه السنيوه هذيك نشفت لي، دوك تشوفوها كيفاش تتقرمش معانا. انا هاي نشفت هكا. تحتاجوهم هذوما، هذه التشينه المجففه، خير ما تروحوا تشروها من برا وغاليه، هكذا احسن. ديروا نفس الطريقه مع القارص. واحد كي يكون عنده لاغريب ولا يديرها، تغلي الماء وديري منها زوج رونديلات هكا وتشربيها، ولا ديري كاس تيزانه وتزيدي ديري فيها التشينه هذه، ولا غير ما شاء الله. تخبوها في كاش بلاره تاع زجاج ولا حتى تاع بلاستيك نورمال، وديروها في بلاكار تاعك. ما ديريهاش، ديريها في بلاكار عادي تشد لك مده. هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، ولا الطريقة تاع التجفيف التشينا. ان شاء الله تعجبكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه. حبيباتي، سلام.